السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ من قناة بحيكم ولكم مني مليون تحية. يلا نصلي على النبي كل يوم اللي هو نبي صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين كده معايا حيلة، وحطيت فيها حتة دهنة او حتة ليا كانت عندي بصراحة، فقلت ايه اشوحها كده مع حتة يعني معلقة سمنة، واقوم ايه مدية اللحمة فيها صدمة، يعني بدل السمنة يعني او مع السمنة. طبعا في الطريقه دي اللي متابعني بدل السليق في الميه المغليه على طول بشوحها كده في معلقه سمنه او معلقتين. فحطيت قطعت حته دهنه كده مع مع السمنه، وحطيت اللحمه وشوحتها زي ما انتم شايفين كده، خدت اللون البني او الصدمه ديت. نزلت ببصلايه، نزلت بطماطمايه متقطعه، حطيت ورق لورا، حطيت حبهان، عود قرفه، وهقلب كله في بعضه لحد ما تشرب ميتها اللي سردت منها ديت. نزلت من السمنه يعني من اللحمه في السمنه. هشوح لحد ما تنشف، هقوم نازله برده بالميه المغليه. شايفين الشوربه تحفه، ولسه يعني اللحمه ما اتسلقتش. بعد ما تتسلق بقى اللحمه خالص نضيف الملح والفلفل الاسود، وخلاص على كده وتبقى شوربتنا اتعملت ولحمتنا استوت. طيب في الحله دي حطيت ميه غليت، نزلت بالمكرونه. دول كيسين مكرونه، الكيس 400 جرام اللي هي الاقلام، عشان هعمل مكرونه بشاميل. هتتسلق برده، هي استلقت نزلت في الميه المغليه بملح، وبعدين بالمكرونه، وبعدين استلقت قمت مصفياه. بعد ما صفيت نزلت في الحله ديت برده بمقدار من السمنه كده، وبشرت كم يجي 3 بصلات كده كبار. حطيتهم في الكبه بصراحه بدل ما اخرطهم ناعم او تخرطيها ناعم. ونزلت باللحمه المفرومه دوت ربع كيلو لحمه مفرومه. زي ما قلت لكم هنعمل مكرونه بشاميل، فسلقت المكرونه ودي اللحمه المعصجه او اللحمه المفرومه. حطينا البصل، حطينا اللحمه، نزلت بالفلفل الالوان اصفر واخضر واحمر، وهنزل برده بطماطمايه، ولو فص ثوم برده يديها ريحه حلوه. تمام. وبعدين بقلبها في بعضها كده واشوحها كل حاجه في بعضها. وبعدين بنزل بالتوابل، ملح وفلفل اسود وبابريكا، بحط بهارات لحمه، بحط كزبره، بحب الكزبره الجافه قوي اهيت، مع الملح والفلفل زي ما انتم شايفين والبابريكا، وكله قلب قلب قلب. وبعدين هحط كوبايه ميه، وزي ما قلت لكم ممكن تحطي فص ثوم بيخلي ريحتها تحفه، مع الشكل اللي انتم شايفينه والجمال ده والحاجات الحلوه اللي تدينا فيتامينات كده وطاقه، وتغذي العيال ايام الامتحانات. يلا كده اللحمه برده اتسلقت اهيت معانا، بوريكم انها اتسلقت وانا بعمل الاكل. حطيت الملح اهو والفلفل الاسود، وهنديها غلوه. ولو عايزه شوربه بتزودي بقى الميه المغليه معاكي، بتزودي الحله عشان تزيد الشوربه لو هتعملي حاجه بشوربه اللحمه. طبعا كده كده حتى لو مش تعملي، لو هتتشرب كمان تبقى عندك شوربه تنفعك، او ممكن تعمليها في الفلاس. كده حطيت فص الثوم ازاي بعد ما لحمتنا بدات تتشكشك معانا كده. فص الثوم بيديها ريحه حلوه جميله قوي مع التوابل. كده شربت ميتها اهيت، وهنخليها تنشف خالص وبعدين نشيلها. طيب المكرونه راحت فين؟ صفناها في المصفى، طبعا لازم تصفي ميتها. طب مطرح المكرونه في نفس الحله شطفتها، ونزلت بمقدار من السمنه، وهعمل البشاميل. نزلت بالدقيق معلقه معلقه كده او معلقتين معلقتين، بس بعد ما السمنه تقدح معانا. طيب انت بتعملي دقيق قد ايه؟ انا بصراحه على كيس المكرونه بعمل حوالي 7 معالق دقيق. طب دول كيسين هعمل حوالي 13 ل 14 معلقه دقيق. طب مقدار السمنه لازم يكون كتير عشان الدقيق يتحور كده مع السمنه. زي ما انتم شايفين كده بحط اهو معلقتين بمعلقتين، ومشي ومشي واحوره كده في السمنه لحد ما ياخد اللون الذهبي مش البني، ما يتحرقش معايا. وبنزل باللبن، ده حوالي كيلو لبن. وبرده طبعا مع مقدار اللبن مع مقدار الدقيق، اللبن ده قليل. بتزودي بقى شوربه، بتزودي ميه مغليه، بتبقى تحفه. وبتعوضي بقى اللبن بحته جبنه موتزاريلا، بمثلثين جبنه مثلثات، جبنه شيدر الموجود عن علبه زبادي. كل ده بيعوض اللبن. طبعا انا حطيت شوربه هنا، وممكن تزودي بدل الشوربه لو انت محتاجاها ميه مغليه، والله بيبقى تحفه وطعمه جميل برضه. تمام. عندك شوربه ومش عايزاها الحاجه، زودي مع اللبن شوربه. وبرضه هزود ميه مغليه، انا بحب ازود ميه مغليه واوفر الشوربه للاكل بصراحه. دول بقى مثلثين كده جبنه مثلثات، وحتتين جبنه شيدر كانوا عندي، ممكن تستبدليهم بجبنه موتزاريلا زي ما بقولك، ممكن بعلبه زبادي. اي حاجه تعوض الميه او تعوض اللبن، يعني تزود معانا كده يبقى هيلثي اكتر، ويبقى دسم معانا كده.
زودت بقى الملح والفلفل. بصي حطيت ميه مغليه، انا لازم احط ميه مغليه واوفر الشوربه برضه معانا للاكل. طيب هنوفر الشوربه اللي ممكن تعملي لسان عصفور، ممكن تفوري ملوخيه، ممكن تشربيها كده جنب الاكل مغذيه، ممكن توفريها مثلا في يوم تعملي حله محشي تحطيها في كيس كده في الفريزر وتطلعي تعملي حله محشي. كله بينفع بصراحه في البيت. كده خلصت حاجه المكرونه بوريها لكم اهي، اللحمه المفرومه والبشاميل والمكرونه مصفياها في المصفى اهي. وهبدا ارص ايه الصينيه بتاعتي. طبعا انا جبت الصينيه الكبيره دي، اكبر صينيه عندي مستطيله مش الوسطانيه كمان. وهقسم مقدار المكرونه بقى وهحط البشاميل واعمل طبقه المكرونه. طبعا في الاول كده لازم احط بشاميل، يعني ممكن تستغني عن السمنه اللي انا حطيتها دي لو مش عايزه تزودي ايه الدهون في الاكل. لازم احط البشاميل اللي تحت كده واكتره بحيث المكرونه ايه ما تستوي تطلع معايا خرط كده ما تلزقش. بحط كبشتين كده وبعدين بحط نص مقدار المكرونه احط عليه بشاميل برضو، وبعدين بحط اللحمه المفرومه في النص، وبعدين بعمل طبقه تانية برضو بالبشاميل. عايزه تزودي بقى على الوش فوق جبنه موتزاريلا براحتك، مش عايزه براحتك. هيطلع معاكي الوش زي وش الرز المعمر كده تحفه، وهتطلع معاكي خرط ولا هتلزق ولا حاجه. لو وصلتي بقى للمرحله دي معايا كده ما تنسيش تحطي اللايك كده وتشجعيني عشان كده اشعاراتي توصلك، واللي بيشوفني لاول مره يخش ويشترك عشان اشعاراتنا توصل له كده ويتابعنا ويشجعنا عشان ايه نشجع بيكو كده ويبقى عندنا روح ايجابيه كده، نعمل وصفات جديده ويوصل لكم كل اشعاراتنا ان شاء الله. كده رصيت الطبقه التانية. طبعا هحط بقيه البشاميل اللي فاضل فوق كده واظبط الطبقه، واكون قايده الفرن طبعا على اعلى حراره من تحت ومن فوق. بايد من فوق بحطها على الصاجه يا دوبك الوش يحمر معايا او يوصل للون اللي انا عايزاه بطلعها على طول. تمام. قولوا تمام. يبقى الفرن شغال معانا على اعلى حراره حوالي 200 فوق ال 200، واحطها على الصاجه التانية. يعني الرف التاني بوريكم الحله ان البشاميل شوفي لا ملسوع ولا لازق في الحله ولا حاجه. وكده حطيت بقيه البشاميل على الوش ولا حطيت جبنه موتزاريلا ولا اي حاجه ودخلتها الفرن. طبعا عمال ما تخرج من الفرن بقى يلا نعمل اي خضار كده. حطيت مقدار من السمنه اهوت، دي معلقتين سمنه بلدي. نزلت بالبصلتين صغيرين كده مبشور يعني مخرطاهم ناعم، عايزه تبشرهم ماشي بس انا خرطتهم اهوت. هنزل بقى بالطماطم المصفيه حوالي نص، يعني من نص الكيلو الا ربع كده الطماطم وصفيتها، يعني ضربتها وصفيتها. حطيت ملح وفلفل وبابريكا، بحط البابريكا كده بتدي ريحه حلوه كده وبتحمر الصلصه. نزلت بالبسله، طبعا البسله انا مفرزاها فقمت مطلعاها كيس وسيبته. البسله عليها الجزر كده. بزود شوربه هتاخد غلوتين وتستوي. اكون مقشره بطاطسايه مكعبات، انا بحب احط لها بطاطسايه بصراحه. كده انا بحط برضو اللحمه تاخد معانا يعني سوى البسله، يعني البسله مش هاخد سوى قوي. اللحمه طبعا كانت اتقطعت معانا قلت تاخد بقى من الصلصه كده وتبقى طعمها حلو. بص شكل المكرونه ولا الرز المعمر تحفه، ولا عليها جبنه موتزاريلا ولا اي حاجه، تحفه كده. البسله كانت استوت اهيت. هنزل بالبطاطس، دي بطاطسايه كده صغيره مقطعاها مكعبات بحبها في البسله. تمام. كده كانت حاجتي بدأت تستوي بقى، والبطاطس يا دوبك ما بتاخدش سوا قوي. هتلاقيها استوت دلوقتي. وتظبطي ملحك وتظبطي حاجتك بقى كده اكلنا اهوت. بص المكرونه طالعه خرط ازاي ولسه سخنه، يعني المفروض تبقى مفرفطه والبشاميل طري. بص الصينيه لا لازقه ولا حاجه وهي لا تيفال ولا حاجه، ده ألمونيا اهي عشان في ناس بتقول بتلزق معانا. ادي المكرونه طالعه سخنه اهي زي ما انتم شايفين تحفه، والبشاميل كريمي وجميل. البسله زي ما انتم شايفين مستويه واللحمه مستويه. الشوربه هي ممكن تعملي عليها لسان عصفور، تعملي عليها ملوخيه تشربيها كده جنب الاكل، تزق معانا الاكل مع عصره الليمونه اللي انتم شايفينها كده مع الحاجه الحادقه، مع حبه عيش بقى. وبالهنا والشفا للي كل، وبالهنا والشفا للي هيعمل زينا. ممكن تمشي معاكي عزومه، ممكن تمشي معاكي غدا عادي بالنسبه لك زي ما بقولك، وممكن تزودي الشوربه لو عزومه تعملي كمان خضار او لسان عصفور، وكله بينفع. تعيشوا وتعملوا يا رب. وما تنسوش اللايك بقى، واللي بيشوفنا لاول مره يخش ويشترك كده ويشجعنا عشان اشعاراتنا توصل له. ويا رب اكون عند حسن ظنكم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.